لو عميل عندك بيقول لك أنا شبعان وبعدين فجأة بيفتح التلاجة، أو أنت نفسك بتحس بجوع بعد الأكل بساعتين، دي مش مشكلة التزام، دي إشارة هرمونية بتتلعب فيك من غير ما تاخد بالك. خليني أحكي لك موقف متكرر. عميلة بتفطر حاجة خفيفة وسكرية، بعدها بساعتين تكون جعانة وبتكسر الدايت. لما بصينا علميا لقينا إن هرمون الجوع بيعلى بسرعة في نفس الوقت، وهرمون الليبتين مش بيدي الإشارة اللي هو هرمون الشبع. هرمونات زي GLP-1 اللي بتبطئ الهضم وتزود الإحساس بالشبع مش متحفزة بشكل كافي بسبب نوعية الأكل. الفكرة هنا إن شهيتك مش مجرد إحساس، دي منظومة متكاملة بين المخ والجهاز الهضمي. لما تاكل وجبة ضعيفة في البروتين والألياف سريعة الهضم، جسمك بيرفع الجوع بسرعة. لكن لما تبني وجبة فيها بروتين كفاية وألياف ودهون صحية، الإشارات دي بتتظبط والشبع بيستمر فترات أطول. الفرق بين التفكير القديم والجديد إنك بدل ما تقول للعميل استحمل الجوع، اشتغل على تقليل الجوع من الأساس. في الحالة دي بدل ما نقلل أكلها أكتر، عدلنا الفطار، زودنا البروتين، دخلنا ألياف، خففنا السكريات السريعة. فجأة الجوع اللي كان بيجي بعد ساعتين اختفى تقريبا. برضو النوم والضغط العصبي بيلعبوا دور كبير لأنهم بيأثروا على نفس الهرمونات دي. عميل بينام قليل غالبا هيحس بجوع أعلى حتى لو أكله مظبوط. الخلاصة إن التحكم في الشهية مش حرب، هو إدارة ذكية للإشارات اللي جسمك بيبعتها. لما تظبط أكلك ونمط حياتك هتلاقي نفسك ماشي في الدايت من غير صراع يومي. لو أنت بتشتغل مع عملاء أو عايز تتحكم في جوعك بشكل عملي، تابعني وأفهمك إزاي تبني نظام غذائي يخلي الشبع في صفك مش ضد.